بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من حلقات الأرقام في القرآن. والنهاردة اليوم ال11، ويمكن النهاردة اليوم ال11 في رمضان هنتكلم على رقم 11. ورقم 11 رقم مميز. والرقم المميز رقم 11 لأن أنت بتقول الله الواحد الأحد. لما تيجي تفسر واحد واحد تحطهم جنب بعض كده هتقول الله الواحد الأحد. طيب الله واحد أحد. طب ما تيجي بقى نشوف سورة الإخلاص 112 1-1-2. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني قل هو الله أحد الله الصمد، ادي كده خدنا الاثنين بتاع 1-1-11. لم يلد ولم يولد، ادي واحدة كمان وكمان، ولم يكن له كفوا أحد، ادي الاثنين 112. طيب ال11 كررت في القرآن الكريم، هذا الرقم كرر في القرآن الكريم مرة واحدة بس. طب المرة الواحدة دي كانت فين؟ في سورة صح يوسف، في سورة يوسف. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سبحان الله. سورة يوسف هي السورة رقم 12 في القرآن الكريم، سورة رقم 12، عدد آياتها 111 آية. 111 آية. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يوسف كان له 11 أخ وهو ال12، يبقى السورة رقم 12 وعدد الآيات بتاعت هذه السورة 111. طب في سور تانية في القرآن الكريم عدد آياتها 111؟ أيوة، سورة الإسراء التي ترتيبها 17 في القرآن الكريم، عدد آياتها 111. طب تيجي بقى نقول طب ليه عدد آياتها 111؟ اشمعنى 111؟ لأن في 11، خلي بالك في 11. أيوة، عايز أسمع 11 إيه؟ كلمة القرآن تكررت في هذه السورة 11 مرة. سورة الإسراء التي ترتيبها 17، السورة التي فرضت فيها الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، التي تتحدث عن ليلة الإسراء والمعراج وفريضة الصلاة على المسلمين، وكانت 50 وخففت إلى 5 وهي 5 وفي الأجر 50. وكرر لفظ أو كلمة القرآن في سورة الإسراء 11 مرة في 10 آيات. والآية رقم 78 ما تنساهاش. وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. شوف بقى تاني، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مرتين في الآية رقم 78. وقلنا كتير أوي في رقم 78. والرقم 78 هو سورة النبأ عما يتساءلون في القرآن الكريم. يبقى احنا عندنا 2 سورتان عدد آياتهما 111. ايه هما؟ سورة يوسف يا أبت إني رأيت 11 كوكبا 11 اهوت، وهي السورة رقم 12. وكمان عندنا سورة الإسراء التي ترتيبها، سورة الإسراء ترتيبها 17، عدد آياتها 111، لأن لفظ القرآن كلمة القرآن كررت في سورة الإسراء 11 مرة. طيب 111 يعني احنا بنقول واحد الله الواحد الله واحد،
نقول لما نعمل 11 الله واحد احد. طب لما تيجي 111 الله الواحد الاحد الفرد الصمد. كمل بقى. طب انت عندك 11 11 11 11 11 11 عندنا اهو. فسرنا سورتين، سورة يوسف وسورة الإسراء، و12 و17. وتشوف الجمال بتاع الترتيب. ال12 هما ال12 ايه؟ 12 شهر في السنة. وال17 هما ال17 ركعة اللي احنا بنصليهم لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد الذي يلجأ إليه الناس، تلجأ إليه وقت الشدة. الصمد هو الصامد على ذنوب عباده، ومع ذلك فاتح أبواب جنته وأبواب رحمته وغفرانه ليغفر لعباده. أبواب رحمته وسعت كل شيء، فاتح بيبان. وإحنا في رمضان نوحد الله ونصلي على سيدنا المصطفى. طب النهارده ما بتتكلم على 111 واحد واحد واحد، هتلاقي سورة المسد. سورة المسد هي السورة رقم 111. سبحان الله. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها يعني عنقها حبل من مسد، حبل ملفوف هيلف على رقبتها هيخنوها. الآية السورة 111. طيب النهارده عايزين نتكلم على المعلومة الطبية. ازاي نفرق ما بين غيبوبة السكر العالي وغيبوبة السكر الواطي؟ الناس اللي كلنا كده عايزين نعرف بسهولة ازاي نفرق ما بين غيبوبة السكر الواطي وغيبوبة السكر العالي. غيبوبة السكر الواطي العرق سائع، واطي سائع. لما يبقى حاجة عالية فولت عالي سخن يبقى العرق ايه؟ سخن. طيب هتلاقي فيه ايه بقى كمان غير العرق؟ الريحة بتاعت البق اما تيجي تقرب كده على النفس بتاعه بتاع العالي هتلاقي فيه ريحة أسيتون. ريحة الأسيتون ده معناه عالي. مفيش ريحة الأسيتون هتقول تشم ريحة الأسيتون أو الفران كده حاجة زي بتاعة الفران أو التفاح المعطن، هتبص هتشم الريحة هتلاقي ريحة الأسيتون ده تعرف إن السكر على طول عالي. تعرف إزاي إن السكر ملوش ريحة؟ يعني إحنا بنفرق بحاجتين، العرق والريحة. طيب أنت لو عندك جهاز بقى سكر وبتحلل على طول، خلي بالك أقل من 40 لما تيجي تحلل هتلاقيه يعني كونشس معاك. تحت 20 بيدخل في غيبوبة. غيبوبة السكر الواطي لما توصل ل20 بتعمل حاجات في خلايا المخ، بتدمر خلايا المخ. ده لازم يتلحق بسرعة جامد جدا، لازم يديله حاجة فيها سكر، لازم تديله فيها سكر. طب ازاي انت مش عارف تفرق ما بين غيبوبة السكر العالي وغيبوبة السكر الواطي؟ تديله سكر ولا ما تديلوش؟ اديله في الحالتين ادي سكر. بقول لك في الحالتين سكر عالي ولا سكر واطي وانت مش عارف تفرق بين الاثنين، ادي ايه؟ سكر. ادي حاجة مسكرة، حاجة حلوة. ليه؟ الحاجة اللي هو الواطي هيعلى، لكن العالي هو عالي. ما فرقتش بقى لما يبقى عالي شوية كمان مش هيأثر. مش هيأثر زي السكر الواطي. السكر الواطي هيدمر خلايا بتاعة المخ، هيموت خلايا المخ. فعشان كده لازم تلحقه.
عشان كده كل سنة وانتم طيبين. وأهم حاجة إن أنت تكون استفدت النهاردة وعرفت إن الرقم أو العدد 11 تكرر في القرآن الكريم مرة واحدة فقط لا غير. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.